اوعي تكوني بتقسي عليها في قلب الصاج، هتقشر منك بعد خروجها من الفرن وهتكون ناشفه معاكي، وبعد كمان ساعه هتجلد منك وهتبقى طعمها مش حلو وبيشد معاكي كمان. تعالي بقى اقولك على نصيحه حلوه وادعيلي، ما تنسيش دعم الفيديو بلايك وشير. وتعالي خدي النصيحه، بعد ما تفردي الفطيره بتاعتك على الطبليه وتلميها، حطيها في قلب الصاج وسيبيها لمده ساعه. لو ما ارتاحتش سيبيها كمان شوية تاخد راحتها على الآخر، لأن ده بيرجع على حسب نوعية الدقيق. تمام كده؟ يعني مثلا أنا جيت بفرد الفطيرة في قلب الصاج ولقيتها ما فردتش معايا بعد ساعة، أسيبها كمان ترتاح معايا نص ساعة، أعرف إن الدقيق ده عرقه قوي جدا وشديد معايا، يبقى ما تعصبش عليها في الفرد، لأن لو اتعصبت عليها قوي الطبقة اللي على الوش دي بتقطع، كلها بتتقطع. وكمان لو زدت عليها في الفرد الطبقة اللي بعديها اللي هي التوريقة كمان هتقطع. ولما اجي ادخل الفطيرة في الفرن واطلعها بعد السوى الاقي الطبقة اللي قطعت دي طلعت مفرفتة معايا ومقشرة. يبقى عرفت ايه سبب الفطيرة ان هي بتفرفت وتقشر معاكي؟ يبقى لازم اسيبها ترتاح علشان تطلع معايا الفطيرة بالجمال والحلاوة اللي انت شايفاها دي. تمام كده؟ وبعد ما ترتاح معايا اقوم دهنها حتة قشطة واقوم مدخلاها الفرن، ودرجة حرارة الفرن علشان الفطيرة ما تنشفش معايا وتطلع برضو حلوة وما تجلدش بعد السوى، بعد خروجها من الفرن بعد ساعة ما تجلدش معايا ولا تشد كمان. درجة حرارة الفرن بتكون فوق المتوسط، علشان في ناس بتقول ده كده درجة حرارة الفرن بتبقى عالية. لا، درجة الحرارة اللي انا بوريها لكم كده في قلب الفرن ما بتبقاش عالية خالص، ده درجة الحرارة بتاعتها مظبوطة، لان لو الفرن هادي الفطيرة هتطول معاكي في الفرن وهتطلع ناشفة ومصملة، ولو قعدت معاكي شوية او باتت لتاني يوم هتجلد منك وهتشد في الاكل وهتبقى طعمها مش حلو خالص. فلازم تسيب العجينه ترتاح كويس جدا في قلب الصاج وتاخد حقها. حتى لو انت جيتي تبططيها ولقيتها ما اتفردتش معاكي سيبيها كمان شويه، خليكي على حسب العجينه، لان ده بيرجع على حسب نوعيه الدقيق، وده بعكس الدقيق اللي نوعيته برضو متوسطه او ضعيفه. يعني بخلص الفطيره فرد وبعد نص ساعه ببص عليها في قلب الصاج واحط ايدي كده، لقيتها بتريح معايا اكمل معاها وادهنها وشها قشطه وادخلها الفرن على طول، لان لو طولت عليها في قلب الصاج الماده الدهنيه مش هتبان فيها لما تخرج من قلب الفرن ومش هتقب معاكي زي ما انت شايفه كده. صلوا بينا على النبي يا اولاد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل على النبي. شايفين جمال الفطير؟ شايفين الحلويات؟ اللهم صل على النبي. ايه الجمال والحلاوه دي؟ بصوا بصوا بصوا، بجد الفطير بتاعنا رقم واحد، فطيرنا من الاخر. صلى على رسول الله وما تنسوش تدعموا الفيديو.